السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد، بس يا ريت ما تنسونوش في اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم منه كل جديد. النهارده هنتعلم مع بعض زراعة الطماطم بالشتلة. طبعا اللي احنا شايفينها دي قدامنا شتلة، وانا برضو هوريكم طماطم عندي كانت مزروعة من السنة اللي فاتت وجددت وطلعت معايا طماطم. اخدت منها عملت بذرة، طلعت معايا شتلة شتلتها من جديد اللي احنا شايفينها قدامنا دي، وفي نفس الوقت جددت معايا وطلعت معايا ايه طماطم. فتعالوا نشوف مع بعض ونتعلم الزراعة بالشتلة ونشوف الطماطم. زي ما احنا شايفين اهي قدامنا دي شجرة طماطم، فيها شوية طماطم حلوين بسم الله ما شاء الله. هناخدهم وهنستفيد منهم برضو، وفي نفس الوقت اللي انا اخدت منها بذرة وعملت منها شتلة جديدة اللي هنشتلها مع بعض النهاردة. ويبقى انا وفرت عملت الشتلة في الجنينة، وفي نفس الوقت اخدت طماطم برضه. بس احنا لو ما عندناش شتلة متوفرة او ما وفرناش البذرة نعمل شتلة، نشتري شتلة منين؟ من المشاتل، وبتكون حلوة جدا ونشتلها وقد ايه نفس الغرض لو ما احنا ما عندناش الشتلة. تعالوا نشوف مع بعض. طبعا اللي احنا شايفينها قدامنا دي شتلة الطماطم اهي، البذرة حطيتها وطلعت معايا شتلة. طبعا انا مطلعاها بالتربة بتاعتها. قبل ما هنشتلها هنكون راويين الارض عشان ننزل الشتلة اللي معايا ديت في الارض، عشان ناخد طماطم. ادي كده قدامنا الارض اهيت مروية، هننزل فيها الشتلة بالراحة، بنغرسها كده في الارض المروية وبننزلها بالتربة اللي فيها زي ما احنا شايفين، هننزلها في الارض وبكده نبقى شتلنا الطماطم. بعد ما اتشتلت الطماطم اهيت بنهتم بالري في مواعيده. طبعا الري في الميعاد ديت اهم حاجة، بيدي معايا شتلة صحية زي ما احنا شايفين حالتها كويسة جدا عشان ناخد منها محصول كويس جدا. بنهتم برضو لو حصل إصابة حشرية، بنهتم برش المبيدات الحشرية عشان خاطر ما الشتلة برضو تتنها ماشية معايا كويس عشان تديني في الآخر محصول كويس. فالري بانتظام أو في مواعيده، ونهتم بالعزيق والمعاملات الزراعية الخاصة بمحصول الطماطم كله عشان في الآخر ناخد شتلة زي ما احنا شايفينها هي بسم الله ما شاء الله الله أكبر. وبالتالي في الآخر نحصل على محصول كويس ومرضي. فلازم نهتم بكل حاجة. ديت كانت طريقة شتلة الطماطم النهاردة. يا رب يكون عجبكم الفيديو، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم مني كل جديد، ونتعلم زراعة الخضر والفاكهة في جنينة المنزل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.